دي النضاره الجديده اللي فيها ذكاء الاصطناعي وفيها كاميرا بتصور كل اللي عينك تيجي عليه. ناس كتير جدا بتبيع النضاره دي، لكن مش كل الناس بتوضح امكانياتها التفصيليه. وكلامي هنا عن الاي اي اكسون اس 1 برو الجديده، الموديل الجديد اللي هو 2026 اللي جاي بكاميرا 8 ميجا بكسل. ده شكل النضاره طبعا. وقبل ما اشرح لك كل حاجه عنها خليني اقول لك الاول محتويات البوكس. طبعا بيجي معانا شاحن 2 بن بالشكل ده، وعندك كمان غيارين للعدسات تقدر تغيرهم بكل سهوله، سواء الغيار الشمس او الغيار اللي هو ده بنسميه غيار البحر، او اللي انت لو انت قاعد على شط او بتصيف او حاجه بتلبسه بيبقى شكله حلو جدا على النضاره. وناس كتير سالتني ان انا اقدر اركب لها عدسات طبيه. طبعا تقدر تركب لها عدسات طبيه بكل سهوله. العدسات دي بتتخلع كده، بتدوس عليها بتتخلع لورا، تغير اي غيار من دول او تركب لها عدسات طبيه على حسب مقاس عينيك من عند بتاع النضارات عادي، مفيش مشكله. عندك كمان هنا يوزر مانوال، ده شارح لك كل حاجه فيها عن النضاره باللغه الانجليزي، طبعا تعرف تفاصيل استخدام النضاره كامله. وعندك كمان جراب تقدر تحط فيه النضاره بكل سهوله لو هتعينها او هتشيلها في جيبك او في شنطه. وعندك كمان منديل تقدر تمسح بيه العدسات بتاعه النضاره. انا عارف ان دي مشكله بيعاني منها كل الناس اللي لابسه نضارات. نيجي بقى للنضاره. هنا عندك الجهه اليمين في كاميرا زي ما انت شايف كده. الكاميرا دي لها استخدامات كتير جدا هنقولها دلوقتي. الجهه الشمال هنا في فلاش، ده بيقيد اثناء التصوير، يعني لو انت بتصور صوره او بتصور فيديو. والدراعات بتاعه النضاره نفتحها بالشكل كده. اولا كده الدراع اليمين من جوه عندك هنا في الشاحن، تقدر تركب الشاحن من هنا. وعندك هنا لو دوسنا على الزرار الاحمر كده هتفتح هنا، هي في لمبه خضراء هتقيد معانا، ايوه هي دي، هتعرفك ان النضاره اشتغلت. وتحتها المايك، وهنا المايك يا جماعه انا جربت مكالمات منها ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا جدا في المكالمات، سواء اللي بيسمعك او اللي بتسمعه. طب انا هسمع ازاي؟ النضاره دي هتخليني اسمع الصوت ازاي؟ بص كده في الدراع هنا سبيكر، وفي نفس الدراع الناحيه الثانيه سبيكر. ده بيبقى قريب من ودانك جدا زي الايربودز كده اللي بتبقى على الودن من بره، بيسمعك كل حاجه بالتفاصيل. وانا هجرب لكم الصوت بتاعها دلوقتي. دي حاجه حلوه جدا، السبيكر بتاعها ممتاز جدا لو انت هتتكلم في المكالمات وانت راكب العربيه والشارع، فهي برضه هتغنيك عن الايربودز يعني. وفي الدراع اليمين هنا عندك الفوليوم، ده بيشتغل تاتش يا جماعه، لو انت كده بتعلي الصوت كده بتوطي الصوت. وعندك بقى فوق كده زرارين، الزرار الاحمر ده هو اللي بيشغلها، هو اللي بيقفلها، هو اللي لو جاي لك مكالمه تقدر تدوس كده ترد على المكالمه، لو جاي لك مكالمه تقدر تكنسلها من خلال انك تضغط ضغطه طويله. اما الزر الاسود ده او الزرار الاسود ده مسؤول الاي اي، اللي بتقدر تدوس عليه دوستين يقدر يصور المشهد اللي قدامك او يلقط صوره ويعرفك ايه اللي قدامك، كمان يبدا يشرح لك بالاي اي الصوره اللي قدامك دي عباره عن 1 2 3، وهنجرب مع بعض دلوقتي. وكمان تقدر تصور فيديو، كل ده مشروح في اليوزر مانوال. تعالوا بقى نخش على التجربه العمليه بتاعه النضاره. اول ميزه هنجربها عملي مع بعض هي ميزه الترجمه. هنيجي على الموبايل هنا كده زي ما انت شايف، عندك هنا ترجمه متزامنه. طيب هدوس عليها كده وادوس من تحت كده ابدا الترجمه. كده الترجمه شغاله. انا مثلا بتفرج على حاجه انجلش مثلا، تمام، هدوس كده شغل. Go. Oh no, when you say no thinking, just go, it always ends badly for me. Ready? Tell me about yourself. What? كده هي بتترجم لي، انا سامع هنا. خليني اشرح لك كده. بص، عندما تقول لا تفكير فقط اذهب. دائما ما تنتهي الامور بشكل سيء بالنسبة لي. جاهز؟ حدثني عن نفسك. ماذا؟ احصل على الموطن. جرب. هي كده اللي بتشوفه او اللي بتسمعه، هي النضاره اللي بتسمعه بتقول له لك في ودانك حرفيا. لو قدامك واحد ياباني، واحد صيني بيتكلم، واحد هندي، هي خلاص هتترجم لك. ودي ميزه قويه جدا جدا جدا. الميزه الثانيه هي قراءه المشهد، ان انت تدوس على الزرار ده، شايف الزرار ده؟ بتدوس عليه دوستين بتبدا تلقط صوره للمشهد وتبدا تقول لك في ودانك انت قدامك. خلينا نجرب مع بعض. مش عارف الصوت بس مش هيبقى واضح عندك لان انت مش موجود معايا. بص احنا هندوس دوستين كده من هنا، خدت لقطه. خلينا اقرب لك بقى المايك. تظهر في الصورة سلة زهور بيضاء تحتوي على زهور وردية اللون، وصندوق أبيض عليه شعار ايكسن، ورسم لنظارة سوداء، وجزء من صندوق هاتف ذكي باللون البرتقالي أو النحاسي. انت متخيل؟ بتبدا تقول لك المشهد اللي قدامك اللي هي شافته. قالت لك في كرتونه عليها نظاره وعليها كلمه وعليها في موبايل وفي زهور لونها كذا. طبعا دي الواجهه بتاع البرنامج، واي حاجه بتعملها من الزراير بتاعه النظاره من هنا
تقدر تعملها برضو من البرنامج وبلغه عربيه. يعني تقدر من هنا تصور فيديو، تصور صوره، تسجل صوت، وهو بيشرح لك هنا برضو في البرنامج بالعربي التقاط كذا، التقاط كذا، ترجمه كذا، الصوت المساعد تشغل جيميناي مثلا او جوجل اسيستنت كذا. وتدوس هنا على الاي اي، دي الشرح الصوره اللي قدامك، او لما تصور حاجه يشرحها لك هنا بالانجليزي او بالعربي، بتختار اللغه زي ما انت عايز. البومات الصور، دي الصور اللي احنا صورناها من خلال النضاره نفسها على مدار اليوم. والله جوده الكاميرا حلوه جدا في الاضاءه، يعني لو انت بره في الشارع او كده فجوده الكاميرا حلوه. بالليل زي دلوقتي او زي الصور اللي انا مصورها دي جوه غرفه او جوه حاجه، يعني مش احسن حاجه، ولكن خليني اوريك. يعني مثلا دي صوره مش وحشه، يعني هتأدي معاك الغرض. ده فيديو مثلا، خلينا نشغله مع بعض. ده فيديو متصور، طبعا النضاره بتصور بالعرض. ده فيديو متصور بيها وفي اضاءه واطيه يا جماعه، اضاءه مش عاليه يعني ولا احترافيه ولا في الشارع. طبعا النضاره دي موجوده عندنا برده بسعر مميز قوي، اقل من الناس كلها الحمد لله. كومنت بقى ويجي لك السعر في الرساله، تواصل معانا على الواتساب، تواصل معانا على رسائل الصفحه، اطلبها من الموقع بتاعنا. عندنا كذا طريقه تقدر تطلب منها، والكميه محدوده جدا. اللون الابيض مش متوفر بس اللون الاسود ده. بص عايز اوريك حاجه كده، التاتش كنترول بتاع بص كده، بص على الموبايل، علي الصوت، نوطي الصوت، بص كده، تحفه جدا بصراحه. النضاره دي يا جماعه جامده جدا، بالذات في مميزات الاي اي والحاجات دي، تحفه تحفه تحفه. لو حد من ذوي الاحتياجات الخاصه هتبقى مناسبه ليه جدا جدا بصراحه. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.